ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة الزبادي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اخد اللون الذهبي، وهنعرف ازاي طراوة الكيك، وهنعرف كل المقادير المظبوطة لطريقة عمل الكيكة الزبادي. عندنا المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة خالص. 3 بيضات عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندنا 3/4 كوب سكر، وعندنا 2 كوب من الدقيق نكون نخلينهم، وعندنا كوب من الزبادي بلدي، وعندنا نص كوب من الزيت، وعندنا كيس بيكنج باودر. هنبدأ اللي احنا نفتحه ونحطه على الدقيق ونقلبهم كويس جدا مع بعض، وهنبدأ اللي احنا نحضر بولة وننزل بالثلاث بيضات وعليهم النص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهننزل عليهم ب3/4 كوب من السكر العادي. هنبدأ بقى اللي احنا نستخدم مضرب بيض او مضرب يدوي عادي او خلاط او عجان، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه، مفيش حاجة هتعطلنا. وهنفضل نضرب لحد ما نوصل للقوام الكريمي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى اللي احنا ننزل بالزيت، هننزل كده ده القوام المطلوب بتاعنا. هنبدأ بقى ننزل بالزيت، هننزل بحبة بحبة صغيرين كده، وطبعا انا مهدية السرعة خالص. وبعد كده هنبدأ اللي احنا ننزل بالكوب الزبادي البلدي العادية. طبعا احنا مهديين السرعة بتاعة المضرب. هبدأ انزل بالدقيق، وبنزل ب3 أو 4 دفعات ورا بعض، مش بنزل بيه دفعة واحدة. وممكن طبعا اشيل المضرب في الخطوة بتاعة الدقيق واشتغل عادي بسباتيولا، بمضرب سلك، بمعلقة، بأي حاجة متوفرة عندك. وكده بعد ما حطيت كمية الدقيق وخلطتهم كويس جدا بسباتيولا برضو علشان اتأكد ان الدقيق اختلط بكل. حطيت كده الدقيق وتجانس كله مع بعضه. جبت صينية مقاس 26 مبطنوها كويس بالزيت والدقيق، وهبدأ احط كده نص كمية الكيك علشان احشيه مربى. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي، بس انا حبيت اديله طعم كده بالفراولة. بس طبعا الفراولة كانت معايا مش متماسكة قوي، فنزلت في قلب الصينية من تحت. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. لو عندكم مربى تقيلة ممكن نشتغل بيها احسن. قوام المربى بتاعي كان خفيف فما ثبتش معايا في نص الكيك، وبدأت اغلف كده على المربى كده، وبدأت اخبطها كده خبطتين. طبعا هدخلها فرن سابق مسبقا على حرارة 180. بحطها على الرف الأوسط، بتاخد من 35 دقيقة ل40 دقيقة. وكده بعد 40 دقيقة بعد ما خرجتها من الفرن هسيبها ترتاح 5 دقايق مش أقل من كده، وأبدأ أقلبها على الجنب التاني علشان ما تلزقش معانا في الصينية. وكده ده شكلها بعد ما انا قلبتها. زي ما انتوا شايفين شكل المربى بتاعتي نزلت في اخر الكيك كده، يعني طلعت لفوق ما ثبتتش في نص الكيك، بس طعمها في منتهى الجمال، والمربى عاطية للكيك طعم حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل الكيك بتاعتي وشكل طراوة الكيك ما شاء الله في منتهى الجمال. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك للقناة.